السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة عالم تصليح الساعات. الحاجة يا جماعة هنتكلم عليها النهاردة حاجة بتجنن جميع اللي بيصلحوا الساعات، سواء محترفين. الحاجة دي يا جماعة تعالوا نشوف هي ايه. الحاجة دي يا جماعة حاجة مهمة جدا. السوست اللي انت شايفها دي، السوست اللي انت شايفها ديت اهي. بص المنظر. السوست دي يا جماعة لما بتضيع بتجننك، لأنها بتطير بطريقة لا تتخيلها. وعشان تلاقي شكلها ومقاسها وحاجاتها صعبة جدا، يعني لازم يبقى عندك آلاف عشان تقدر تلاقي حاجة زيها. وفي الآخر أنت تضطر تعمل واحدة دي صعبة جدا. طب أجيب منين الواحدة دي؟ تعالوا نشوف كده هنجيبها منين. وتعالوا كده نشوف هنصلح المشكلة دي ازاي، وان حاجة دي ما تبقاش تخاف منها، حاجة سهلة ان شاء الله، وسهلة جدا ان انت تتصرف وتصلحها وتعمل زيها، وتبقى حاجة يعني من اسهل ما يمكن، فالواحد ما يخافش من حاجة زي دي. تعالى كده نشوف هنعمل ايه. طبعا انتوا عارفين السوستة بتاعت الساعة اللي انتوا عارفينها تحط الاستيك اللي هي زي دي، شايفينها دلوقتي دي، اللي هي دي، او الصغيرة دي، كبيرة قصدي دي، او الصغيرة قوي دي اللي انتوا شايفهم. مقاسات طبعا كتير. خد بالكم في احجام، يعني في سمك ده وممكن يبقى في سمك اكبر من كده. يعني السمك ده، دي مثلا تيجي تشوفها كده بتلاقي سمكها كام، 1.5 او 1.44%. وفي انواع تانية بيبقى 1.6 اتخن شوية اهي. لو اخدنا واحدة تانية اهي، وده بيبقى مكتوب على العلبة اهو. بص بتبقى معايا مكتوب كام، 1.5 مللي اهي. هنا 1.5 مللي، 1.45%، يعني مش كده فرق كبير. تبقى بسيطة جدا. بناخد دي عبارة عن سوستة يا جماعة، سوستة عادية خالص، سوستة عادية خالص اهي. من الناحية دي هنا بايظة اهي، دي بايظة. ومن هنا ايه سليم. فانت عندك حتى لو بتغير الساعة لقيتها بايظة ما ترميهاش، خليها عندك عشان تستفيد بالسوستة ديت اللي جواها. السوستة دي مهمة جدا يا جماعة، ومش هتلاقي زيها. بنيجي على طول اهو بنيجي يا جماعة بنقطمها هنا كده اهي. طلعها حتة زي ما انت شايف كده عشان تبقى لها في فتحة تطلع، هتلاقي السوستة اهي موجودة اهي. السوستة دي سوستة صغيرة جدا، وايه زي ما انت شايف، ورفيعة وجميلة جميلة جدا، ويعني معمولة بإتقان. زي ما انت شايفها إتقان جامد جدا. شوف السوستة يعني حجمها قد ايه اهو. هنقيسها حتى كده عشان اوريكم قد ايه حجمها إتقان. بص حجمها قد ايه، ملي ملي، يعني ملفوفة وحاجة جميلة جدا. هتعمل فيها ايه؟ هتمسكها كده اهو. هنكبر شوية ونمسكها من الناحية التانية اهو زي ما انت شايف. هنمدها ده جامد جامد جامد، بحيث تبقى بعد كده خط مستقيم اهي. زي ما انت شايف هي مزجزجة كده اهي. طيب هنا كده مزجزجة، يعني زي ما انت شايف بلفها لسه ما فردتش كامل. طب نفردها ازاي؟ دايما بدي يا جماعة، بديت اللي هي بتبقى ايه، بتاعت الجورلي اللي هم بتوع الجواهر. تبقى تمسكها عشان تقدر تفردها، تقوم ماسكها من الطرف ده كده، ماسكها جامد عشان ما تفردش وتفردها. تفضل تفرد فيها لغاية لما ايه، تفرد فيها لغاية لما تلاقيها ايه بقت خلاص مفرودة خالص. بالك وانت بتفردها كده هي بتبقى ايه، بتبطط معاك، يعني عشان تاخد نفس شكل اللي هو ده، الشكل المبطط هنا، مش اللي هي حاجة مدورة اهو. وبعد كده تاخدها تفضل تفرد فيها يا جماعة، بتبقى صابر شوية. تفرد اهي كويس.
انت عايز حته صغيره منها. هي دي ميزتها ايه؟ ان فيها الالاستيستي فيها، اللي هي حته ان هي ايه، سوسته، مش زي اي حاجه عاديه، مش زي السلكه العاديه دي مثلا. اللي هي دي مثلا ما فيهاش حته السوسته دي، ما فيهاش. لكن هنا بص، فيها مقاومه لان ده بيبقى متسخن بطريقه معينه. طب هتقول لي انا ما عنديش دي، واحده تانية عاديه. جيب واحده تانية عاديه، مش حكايه. تمسك وتفرد اهي. بس مش من الناحيه المشرشره، تفردها من الناحيه اللي هي ايه، مسطحه دي. بس زي ما انت شايف عندك حته فردت كويسه جدا، تقدر تعمل بيها واحده واثنين وثلاثه اهي. في المنظر هنا حاجه بسيطه جدا، تقوم جاي قاطعها اهو، واخد الحته ديت واخد الحته الصغيره دي. زيتها ايه يا جماعه؟ فيها الاستيستي يعني عشان تبقى ايه، سوسته فعلا. بس هتاخد الشكل اللي انت عايزه اهو. عندك الشكل ده مثلا اللي ضايع، عندك الشكل ده اهي. هتحط زيها كده اهو بالظبط، هتحط شكلها اهي كده، وهتلفها تشوف اول طولها ازاي اهي. بس هيبقى طولها لغايه كده زي ما انت شايف هنا، يبقى لغايه هنا. هنيجي نقصها دي كده خلاص. بقت عندي اهي الحته دي اللي هنعمل منها السوسته كده. نفردها بقى كويس. الدرس ده مهم جدا يا جماعه. انا حكايه السوسه دي بتضايق من هنا لبكره. بس تعملها بقى بالشكل اللي انت عايزه اهو. عايزها تخليها شكلها زي دي مثلا اهي. هتيجي تلففها كده بالذات على الحاجات المدوره دي عشان تقدر تلفها. تلفها كده تلفها كده اهي. هتبقى الشكل اللي انت شايفه ينفعك هتعملها. مثلا بقت زي دي او غيرها او شكل تاني. حاجه بسيطه جدا. اهم حاجه فيها يا جماعه ان يبقى فيها حته الايه، انها بتروح وترجع زي ما انت شايف. تروح شوف بيبقى فيها ايه، مقاومه، فيها الاستيستي. بص المنظر اهي كده سوسته. اسيبها ترجع، امسكها كده ترجع اهي، تفضل مفتوحه عشان هي دي اللي بتحتاجها بانك انت تمسك التروس. بص المنظر، بتضيقها كده زي ما انت شايف، تقوم سايبها تفتح. نفس الحكايه. طبعا بتاخد منك وقت، لكن حبيت اديك فكره مهمه جدا، لان فعلا الحاجه دي بتضايقك جدا، يعني بتضايق الواحد وبتنرفزه جدا. فطبعا دي حاجه مهمه جدا يا جماعه، حبيت اقول لكم عليها من حاجه بسيطه، من سوسته عاديه موجوده في السوسته دي. وبالمره احنا شفنا تركيبه السوسته دي. تحياتي لكم يا رب. اتمنى ان تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. مش عايز حد يخاف ابدا من الساعات ويخاف من تصليح الساعات، لكن لان هي موضوع سهل جدا. هو فعلا موضوع عايز فهم، مش عايز غير خبره وفهم وتبقى عارف انت بتعمل ايه. تحياتي لكم، وارجو يا رب الفيديو يكون عجبكم والفكره اللي قلتها لكم دي تكون عجبتكم، لان فعلا بتواجه ناس كتيره وبتزعل الواحد ويفضل يدور على السوسته دي لما يتهري يعني، وتبقى صعبه جدا وبتاثر في نفسيته جامد جدا، لكن سهل جدا نلاقي مكانها. تحياتي لكم واشكركم جدا، ويا رب تشتركوا في القناه وتدعموا القناه بتشكرات وبالاشتراكات الخاصه، وتنشروا الفيديوهات وتنشروا القناه نفسها. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.